في اساسيات كده لازم تكون عارفها قبل ما تبدا في مجال الفيديو اديتنج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا محمود جمال، وان شاء الله النهارده هنتكلم عن اساسيات مهمه جدا في مونتاج الفيديو. ويلا بينا نبدا ونسال كده، يعني هو ايه مونتاج؟ كلمه مونتاج هي كلمه فرنسيه ومعناها بالعربي يعني تحرير الفيديو. والمونتاج هو ترتيب المشاهد ورا بعض علشان توصل لك فكره معينه. وانواع الفيديوهات عندنا هم نوعين، الاي رول والبي رول، ودول ان شاء الله هنتكلم عنهم بالتفصيل. وفي البدايه كده يا صديقي، قبل ما تشتغل في مجال مونتاج الفيديو لازم تبقى عارف يعني ايه فيديو، ايه المقاسات اللي انت هتشتغل عليها. والفيديو مجموعه من الصور بتتحرك ورا بعض فبتدي وهم الحركه وبيكون ناتج عنها الفيديو. وسرعه الصوره جوه الكاميرا 24 فريم في الثانيه الواحده. وهنا هنسال بقى، هو يعني ايه فريم؟ سرعه وعدد الصور في الفيديو دي اسمها فريم ريت. واول فيديو اتعمل اتصور ب 12 فريم ريت للفرنسي لويس برينس سنه 1888. ولو انت عايز تبطئ الفيديو او تعمل فيه سلو موشن فانت هتضطر هنا تزود الفريم ريت. وعندنا وحدة قياس الفيديو هي FPS، ودي اختصار كلمة فريم بير سكند، وهي عدد الاطارات في الثانية الواحدة. وتعالى بقى اوضح لك الريزوليوشن واحجام الفيديو اللي انت هتقابلها وانت شغال. عندنا اول حاجة ال HD وهي 1280 في 720، وبعد كده عندنا الفول HD 1920 في 1080، وعندنا ال 2K او الكواد اتش دي هي 2560 في 1440، وال 4K او الالترا اتش دي هي 3840 في 2160، وال 4K هو هنا ضعف الفول اتش دي. دي الاحجام اللي انت هتقابلها وانت شغال، وغالبا مش هتلاقي حد شغال بالاتش دي. فاللي هتلاقيه شغال الاكتر يعني الفول اتش دي 2K 4K، وهي بتتناسب ما بين الفول اتش دي والالترا اتش دي او ال 4K. وده يبين لك بقى انت عايز تشتغل على الفيديو بأنهي حاجه. وعندنا حاجه كمان بقى يا صديقي اسمها الاسبكت ريشيو. ويعني ايه بقى الاسبكت ريشيو دي؟ وده بيكون عباره عن نسبه وتناسب للفيديو اللي بيتعرض على منصات السوشيال ميديا. وبكده بقى ان شاء الله نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان تستفيد بكل جديد على القناه والكورس ان شاء الله. واشوفكم الفيديو اللي جاي. انا محمود جمال، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.